ويلعب الكرة بليكرو اخصائي الضربات الثابته في بلغاريا، ويلعب الكرة رفعة عالية ورماني وترجع على طول لكيرمينوف اللي لسه بدأ. يا شايف لعيبه في الرعيب صحيح، مش زي اللعيبه بتوعنا، الواحد منهم ياخد ضربه واحده ينزل على الارض متكون. ايوه بس شوف التكويمه اللي على الارض ديت تسوى لها كام. اللعيب الاجنبي من دول النادي بيأمن على رجليه ب20 مليون دولار، يعني حتى لو مات اهله هيلهفوا التعويض. جاتنا نيله في حظنا الهباب. يا مسعد. ايوه جاي. امال الموظفين فين؟ بلغوا فرار لما عرفوا ان الفرجه على الماتشات دي المشاريب، مفيش غير السماوي والمعترض. اصل المعترض بيشجع السويد، عشان كده عزم السماوي عشان ينقع على بلغاريا. ايه ما بتتفرجش على الماتش ليه يا اكسلانس؟ واخد موقف يا عزيز من ساعة حفلة افتتاح كأس العالم، حاجة فقيري وعرقة كده. لا مش مصروف عليها كويس. عشان اتفرجت عليها في الكلب البلدي ده مع جماهير الدرجة الثالثة. تشرب حاجة؟ اخد درينك وبطارخ. ايوه ارجع الواد ده زي الدزوي، عارف الدزوي فاكره؟ وده زي حماده امام. يا الله شوف ازاي عيال خواجات ما شاء الله بيجروا زي الرهوان في الملعب. ما هو كمان الواحد يساوي 5-6 مليون دولار بيتباع بكده. ايوه مش زي العيال بتوعنا اللعيبه، الواحد منهم بيتباع بالاستيك. ايوه يلا روبرتو يلا يا ولد يلا. يا سلام عندي فكره، ايه رايك لو نتاجر في العيال اللعيبه بتوعنا؟ فعلا هم بصراحه اسهم ماشي قوي اليومين دول واخر حلاوه. يا سيدي هو رزق الهبل على المجانين. فعلا رزق الهبل على المجانين. وسلم لي على الفيفا. طبعا في فرق كبير بين اللعيبه دول هم بتوعهم واللعيبه دول هم بتوعنا احنا، والحمد لله هذا الفرق لصالحنا 100%. عندنا لعيبه مؤمنه بالاسم والنصيب والقضاء والقدر، ويا بخت من بات مغلوب ولا باتش غالب. واجري يا ابن ادم جري الوحوش وغير رزقك لن تحوش، ويرزق الهاجع والناجع والنايم على صرصور ودنه، ومن حب ربه واختاره جاب له رزقه لحد داره. الحمد لله. انا لا يسعني في هذا المقام الا ان انا اقول للاعبتنا ربنا يقوي ايمانكم يا اولاد. انت يا اخي ما تركز معاك. بقول لك ايه، هلسعك بحارات التليفون، خليك في الاهم. انا رايي يا كبوره بيه بصراحه كده، يعني احنا نسيبنا من اندال الدايره خالص، دول حتى ما يستحقوش اللحمه الفزه اللي اديها لهم، ونركز احسن على الموظفين. موظفين مين؟ موظفين ما خذلوني السنه اللي فاتت، انت ناسي لما الاهلي خد الدوري وزع عليهم فانيلات، وزع عليهم في البيت اطقم اسنان، ايه اللي عملوه؟ انتخبوني؟ لا معلش برضه دول يستحقوا مننا نظره عطف وحنان. انت عارف حضرتك انه اثناء الماتش الراجل صاحب القهوه بيقعدوا مع الرصيف وما يسمح لهمش يخشوا القهوه يتفرجوا على الماتش الا بالمشروب. يا ساتر قلبي الا بالمشاريب، يقعدهم على الارض ما يدخلوش القهوه الا بالمشاريب. يا ساتر. بقول لك ايه، ادفع لهم انت المشاريب. لا اوعى تدفع لهم المشاريب. عندي فكره، عندنا في المخزن شاي مضروب، التفل اللي بننشفه ده حط عليه نشاره خشب وجربوا فيهم قبل ما ننزله السوق. اديني القهوجي والقهوجي يشربه لهم وكله بثوابه. وسلم لي على روماريو، الواد روماريو اهو. خلاص يا صابر افندي. ايه زيزو مشي من امبارح والله. اتفرج على الماتش اهو. روماريو ده ابوه كان موظف غلبان زينا، دلوقتي ما شاء الله بيلعب بالفلوس لعب وبيصرف على العيله كلها. الواد ابن صفراوي بيلعب كوره شراب في الشارع من طلعه الفجر لاخر النهار وبيسقط كل سنه، ومع ذلك بيبتزني، يعني لا فالح في التعليم ولا في الكوره. بياخد مني مصروف تعريفه كل يوم على غيار الريق.
جاتنا نيله في حظنا الهباب. نقيت على روماريو اهو اتكسر. انا اعترض. كاس العالم ده مؤامره امريكيه مقصود بيها يشغلونا عن مناقشه صندوق النقد الدولي ومشكله البلاعات. انا بقول البرازيل هتكسب. لا 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 لا، دي دولة فقيرة يا اكسلانس ولاعيبة غلابة، دي مسألة إمكانيات. إنما لعيبة إيطاليا بياكلوا مكرونة سباجيتي على طول، هيكسبوا. طب تراهني اللي يكسب الرهان ياخد من التاني تذكرة فيرست كلاس كايرو نيويورك كايرو بالكونكورد. لا، خليها تذكرة فيرست كلاس كايرو جنيف كايرو، وسويت ليلتين في الكوزموبوليتان، ويدفع كمان البقشيش للولد اللي هيدخل لنا الشنط في الاوتيل. يلا يا باجيو اغلب روماريو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا عمنا؟ معقول كده يا كابتن؟ ايه ده؟ الحكم مطلع الكارت الاحمر، الواد يخرج على طول من غير ما يضربه ولا يشتمه حتى. ده نظام جديد في الكوره ولا مؤاخذه؟ لا يا لومانجي لا، الرف بيتضرب في كل حته في الدنيا، ما اتخلقش رف ما يتضربش. بس السنه دي بقى يا سيدي عاملين لنا نظام جديد في كاس العالم. نظام جديد ايه ولا مؤاخذه؟ الضرب مش في الماتش، بعد الماتش اللعيبه تتلم وتروح بيت الرف يضربوه العلقه المتينه، هو وسكان العماره كمان. بلا ماتش بلا كلام فارغ. يا مسعد. ايوه جاي. تعالى يا ابني حول لنا على صوت العرب. صوت العرب ايه يا حمد افندي؟ ده تلفزيون مش راديو. طبعا ما انا عارف يا ابني، شفته مره معروض في فاترينة عمر افندي. صوت الجول مفتوح قدامك، ما تخليش اقابلك. روماريو بيبيتو روماريو بيبيتو روماريو بيبيتو. ايه يا عمنا؟ روماريو وماسك لي صفاره وبتصفر. يا اخي اهلا انس. سيبك يا تنوزو، ده موظف مش حاكم. هات الصفاره دي يالا. رد على الكابتن. انت يالا مين اللي اداك الصفاره دي؟ انت. معلش يا كابتن، ايه الصفاره؟ اصل انا وارثها على المرحوم ابويا، كان شغال كمساري، بستعملها بس في مطوشه كاس العالم، يعني كل 4 سنين مره. روماريو. بالنسبة لدول من اللي بيلومونا على غياب علم مصر في كاس العالم، انا بقول لهم ان رغما عن كل شيء كان ممكن ان احنا نشترك فيه، لكن اصل انتوا ما تعرفوش العملية ما تساويش. يعني كاس العالم ده ثمنه كام؟ 50-60 جنيه. احنا فعلا شكلنا لجنة بحث واتضح لها ان كاس العالم ده معمول من صاج ومطلب قشر الدهب. ده حتى في اشاعه بتقول انه معمول من ورق البفره. مش كده؟ يعني العمليه ما تستاهلش، مش جايبه حقها. كلتنا به في كفر الهندوي، قعدنا في الغيط ومخمخنا مع حبه شاي كده ولقينا حل لمشكله الكره في بلدنا. يا به لازم الحكومه بتاعتنا تعمل وزاره لكره القدم وتسميها كده وزاره كره القدم، وتمسكها سعادتك وتعمل فيها مبادالك. ودي بقى يا به ما خبيش عليك فيها شرطات وفانيلات وهتبقى هيصه. المهم سعادتك يا به تبدا بالقعده، ومش مهم نوصل لكاس العالم، المهم ناخد بطوله الكفور والنجوع والحواري الدوليه ويجعلوا عامر يا به. وزارة كرة القدم. ايه يا هنداوي ده؟ ايه ده؟ برافو عليك. الله، امال لو بتتغذى كويس هتمخمخ ايه تاني؟ هايله الفكره دي، وزاره كره القدم. لا يا هنداوي، بس وزاره واحده ما تكفيش. ما لما تبقى في حاله وزاره واحده ما اضمنش ان ده يرن. انا هقترح انشاء 4 وزارات جديده. وزاره لحراس المرمى، وزاره لخط الدفاع، وزارة الخط الوسط، وزارة للهجوم. لا يا بيه، لازم يبقوا 5 وزارات. حضرتك نسيت اللعيبة الاحتياطي، دول غلابة قوي. لا يا هنداوي، احتياطي ايه؟ دول ينضموا بقى لهيئة التأمينات والمعاشات في وزارة الشؤون الاجتماعية. ما هو لازم ادي فرصة للزملاء يشتغلوا يا هنداوي. قول لي يا هنداوي، هي كرة القدم دي اللي بيحلفوها برجل ولا اللي بيحلفوها لفوق دي؟